اللحمة دايبة والصوص خرافي والطعم يجنن. أول حاجة يا صباح أو مساء الهنا والسعادة على أي حد بيشوفني ويوصل له الفيديو الحلو ده. تعالوا نقول مع بعض طريقة حلوة وجديدة للحمة بتاعتنا، وهنحط فيها بعض إضافات كده وبعض مقبلات هتعجبكم جدا جدا. أول حاجة نقول بسم الله ونبدأ مع بعض ونجيب قد كيلو بصل. هنجيب كيلو بصل، هنجيب كيلو بصل ونبتدي ان احنا نفرمه مع بعض في الكبة. انا اللحمة دي عايزة ان انا اخليها طالعة بصوص حلو قوي، فهفرم لها من كيلو لكيلو الا ربع بصل، طبعا على قد اللحمة اللي انت هتستخدميها. انت هتستخدمي نص كيلو، هنحط عليه كيلو الا ربع. وهبتدي ان انا اشوح في البصلة بتاعتي مع معلقتين سمنة، هشوحهم كويس جدا. فاثناء ما انا بشوح البصلة بتاعتي انا هجيب اللحمة بتاعتي، وهتكون حتة من وش الفخدة او ستيك. تكون اللحمة بتاعتي بتستوي على طول، مش عايزة لحمة تكون مثلا كندوز عجوزة تستوي بعد فترة كبيرة، لا أنا عايزة لحمة بتلو، لحمة ستيك، لحمة من وش الفخدة، وأقطعها بحيث إن هي ما تكونش كبيرة قوي. لو قدرتي إن انت تجيبي لحمة مكعبات صغيرة على طول من الجزار مفيش مشكلة. في نفس الوقت ده انا كنت بشوح البصل بتاعي، خليته يوصل للون اللي احنا شايفينه الجولد ده، بحيث ان هو يبقى طعمه حلو قوي متكرمل. وبعد كده هنزل عليه على طول باللحمه اللي احنا مقطعينها او اللي هي جايه متقطعه جاهز، واشوح فيهم الاتنين مع بعض. انا في الوقت ده انا مش هزود لا ميه ولا شوربه ولا اي حاجه. انا عايزه اللحمه بتاعتي تاخد الصدمه مع البصل بتاعي، هقلبهم الاتنين في قلب بعض يبتدوا يدوا طعم بعض ويتشوحوا مع بعض. طيب انا هحط دلوقتي كل البهارات عشان تاخد من طعم البصل واللحمة معاهم. اول حاجة الفلفل الاسمر مع الملح مع نص معلقة روزماري، هيخلي لك طعم الاكلة فعلا مطاعم وحتة تانية خالص غير اللي انت بتعمليها في البيت، مع نص معلقة بهارات لحمة، طبعا بهارات مشكلة او السبع بهارات. ونعلي الطعم اكتر بعود القرفه اللي اتحط ده، اللي هيخليه اكنه طاجن فعلا جاي من اشهر المحلات اللي انتوا بتاكلوا فيها بره، وانتوا عارفين سعر الطاجن هناك بيبقى عامل ازاي. هتقلبي القرفه مع البهارات مع الفلفل الاسمر مع اللحمه مع البصل، تخليهم يتشوحوا كويس قوي كده وانت شايفاهم قبل ما تحطي عليهم برضو اي اضافات تانية. ودلوقتي خلاص لازم ان انا اغطيها عشان تبدا ان هي تستوي وتبك اللحمه مع البصل مع كله، يبتدي يطلعوني من طعم بعض وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الاقيها ان هي بدات تنشف شويه وعايزه تستوي، اديها كوبايه ميه واغطيها تاني عشان تستوي، توصل لدرجه ان هي تبقى مستويه مثلا اكتر من 70%. طيب احنا دلوقتي فتحنا عليها لقيناها مستويه. ممكن ان انت في الحاله دي انك تدخليها الفرن تاخد وش، ويبقى كده اللحمه بتاعتك استوت وبقت حلوه قوي. وممكن ان انت تعملي عليها اضافه جميله جدا، اللي احنا هنحط عليها فلفل الوان مع اي خضار انت بتحبيه. انا هنا طبعا لما لقيتها دخلت في السوا حطيت عليها فلفل عادي حراق مع بطاطسايه واحده بس متقطعه مكعبات، واديت لها كوبايه ميه او كوبايه شوربه. انا عايزه برضو هنا البطاطس تستوي، ممكن هي نص كوبايه بس لان انا مش حابه الصوص يبقى كتير قوي، فهو نص كوبايه ميه او شوربه، وضغطوا عليها مش اكتر من 7-8 دقايق لان البطاطس بتستوي بسرعه. وهتاكلوا معاها احلى طبق بتنجان مخلل محطوط في الدقه بتاعته كزبره مع توم مع كمون مع خل متقلبين مع بعض ومحطوطين على الفلفل المقلي والبتنجان المقلي وطماطميتين 3 كده محطوطين بشكل حلو. كل ده احنا بنجهزه عبال ما اكلتنا تستوي. وبعد ما استوت غرفناها وكانت ريحتها مفحفحه جدا بالروزماري والبطاطس والبصله المتكرمله الحلوه مع الفلفل الاسود والفلفل الاخضر. كل دوت كان عامل تيست حلو قوي فعلا، طاجن اشهر المحلات. اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. ودايما يا رب نتقابل على خير واشوفكم في خير واسيبكم دايما على الف خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.